اسمع اسمع. اقسم بالله العظيم يا جماعه، الديانه الغير مسلمه قالوا المسلمين دي سفاكين دماء. اقسم بالله العظيم صح. يعني هسه شوف الكفار دي يصنعوا في الاسلحه دي ويبيعوها للدول المسلمه وشغالين فينا فتن. اقتل المسلم بالمسلم اكسح امسح، وهن عايشين في رفاهيه وعايشين في نعيم وعايشين في حريه وعايشين واحد الا كان يقتل يومه بس، ولا عندهم هم انه بكره نصرف عيالي كيف، انه انا نعمل شنو. ما عندهم هم نهائي، ولا رزينهم دم بشيء، هن ذات رزينهم من جايات بيوض. لكن تعالوا نحن الناس المسلمين ده سبحان الله، ربنا انزل لنا القرآن وجاب لنا النبي عليه الصلاة والسلام، جاب لنا الرسالة وآمنا. لكن سبحان الله ما مشينا بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بشريعة ربنا سبحانه وتعالى، مشينا بطريقة كده غشونا بها غشة. يعني سبحان الله، يعني عقولنا نحن يختلف من عقل الدول اللي لسه تصنع في الأسلحة وشغالة فينا في دي. الناس طلعوا عندهم عقل. كلام هذا الناس دي ما يعني جاتهم الرسالة ولا صدقوا ولا آمنوا برسل ولا آمنوا برسالة. سبحان الله جابوها كده، يعني مخ ذكي. نحن سبحان الله مخنا مجلط نهائي. ويا غير ذات هسه الكتب اللي صنعوا منها الطيران والحاجات اللي عندهم المتطورة دي، يا غير ذاتها قالوا ربنا سبحانه وتعالى نزلها في العراق، جي سرقوها شالوها غصب، شالوها وتعدوا بها، سرقوها سرقة. كان قبل يعني كل الدول المسلمة دي تكون بتصنع، كان نحن نشتغل فيهم فتنة، نفتنهم بيناتهم عشان يموتوا. الشغلة انقلبت فينا نحن مع عقولنا مجلط مجلط. والله لو ما عقولنا مجلط اقسم بالله ما بيسووا فينا زي دي. هسه حاليا دي شغالين بس المسلمين بيناتهم اكسح امسح اقتل، وهن قاعدين مرتاحين يصوروا فينا بالقمر الصناعي ويجيبوا في الدم، ده الدم حق الفاشر، ده الدم حق السودان، والجنجويد وموين الجنجويد خليه يقتل ويسوي. سبحان الله، كل الدول دي خربوها بس زي دي. مستفيدين مننا بس بالاسلحه اللي بيبيعوها دي عشان يستفيدوا بس، ونحن بينا نتفاجئ. والله يسألوا ما مشاكل المسلمين ديل، والله اسلحتهم دي كانوا يدعوها في البحر، زول واحد داير لهم اسلحه ما في، وهن ما عليهم حرب. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب العالمين يا الله. يوم الجمعة تقوم الساعة، آخر يوم كل الدنيا تقوم القيامة يا الكفار، عشان ننقرضوا كلنا سوا يا رب العالمين، نمشي نشوفوا مصيرنا بيه. حسبي الله ونعم الوكيل.